أهلا وسهلا بكم في الفلوج الجديد الذي أقوم بتصويره بعد انتهاء الامتحانات النهائية، ونحن الآن في المطار ومتجهين إلى مرسين. طيب يا اهلا وسهلا، حاليا وصلنا خلاص مطار أدنى وان شاء الله رايحين على مرسين دلوقتي. انا عارف ان اخر الفيديوهات كده بقت كلها سفر يمين وشمال، لكن يعني الواحد ما لحقش يعمل حاجه كده في فتره المذاكره. فعموما احنا خلصنا الحمد لله الامتحانات وتفكينا منها، ودلوقتي جه وقت نتفسح شويه هنا في مرسين. فعموما دلوقتي عايزين ناخد الباص من هنا او قطر نروح على مرسين من أدنى هنا. بس ثواني لان الدنيا حر هنا في أدنى صراحه. تعودنا خلاص بقى على جو سكريا وجو اسطنبول والكلام ده، لكن مرسين وأدنى بيكونوا حر. هو مش حر جامد يعني الايام ديت، ولكن احنا في الشتاء، بس بالنسبه للمناطق هناك حر صراحه. طيب ايه الراي؟ لا ناخد باصات من هنا لا نروح ناخد القطر؟ المره اللي فاتت لما جينا المطار هنا اخدنا الباصات، انا بقول المره ديت نروح نجرب القطر صراحه. انا جربته قبل كده بس يعني عشان ايه مع التصوير كده. هو مش بعيد، قريب هنا مسافه 300 متر ولا حاجه جنب المطار. هناخد القطر ونروح على مرسين على طول ان شاء الله. يلا بينا. هادي جدلم. هو رجعنا البرتقال مره تانية. في أدنى ومرسين عموما الشجر العام اللي هو كده تبع البلديه اغلبه شجر برتقان وسفندي والكلام ده، بس هل ينفع ناخد منه ولا لا؟ المعلومه دي مش عارف، الى الان لسه مش عارفها صراحه. كنت سمعت انه ما ينفعش ناخد منه. طيب وحاليا في انتظار القطر في المحطه اللي ورانا ديت، اقصد الكشك اللي ورانا ده. صراحه موقفيننا في كشك هنا لان احنا لا في أدنى نفسها ولا في مرسين نفسها، كده في حته في النص اللي هو جنب المطار. المطار بقى في الناحيه دي على طول، اللي يجي أدنى في الناحيه دي على طول. بس تعدي الشارع هتلاقي المطار، فمش بعيد خالص عن سكه القطر. فعموما هنستنى بقى شويه في الكشك اللي ورانا ده على ما يجي القطر ان شاء الله. ووصلنا مرسين. يا اهلا وسهلا. مرسين تعتبر كانها البلد الام ليا هنا في تركيا، لانها اول بلد جيت لها واول صحاب ليا كانوا هنا في مرسين، فبتحس ليها بحنين شويه كده في قلبك. طيب شكرا على المعلومات اللطيفه دي. حاليا احنا في انتظار الباص ان شاء الله، ناخد الباص وعلى البيت على طول. طيب يا جماعه ورجعنا مرسين، او قصدي رجعنا المنطقه بتاعتنا يعني. معلش بقى ما عرفتش اصور في الباص كويس لان حصلت معايا حركه غريبه شويه. كنت رابط الشنطه اللي معايا ديت في مكان كده بيربطوا فيه الكراسي بتوع العواجيز في الباص، فكنت رابطها فيه وشادد عليها الحبل وتمام 100 100، وقمت رحت قاعد عشان اصور، فبس ماسك الكاميرا وقاعد اصور، وفجاه الشنطه اتفلتت في الباص. ففي ناس واقفين في الباص والشنطه قعدت تخبط فيهم، السواق يضغط فرامل تقوم ترجع، السواق يمشي تاني تقوم تخبط في واحد تاني، والناس تنادي يا جدعان مين صاحب الشنطه دي، حد يجي يمسكها. ولا حياه لمن تنادي. اخونا في الله قاعد ماسك الكاميرا وقاعد يصور ولا في دماغه خالص، بتخبط في الناس يمين وشمال والناس تزعق مين صاحب الشنطه، وانا ولا في بالي خالص. وفي الاخير انتبهت كده، قام الناس كلك بص عليا، انت صاحب الشنطه يا دي انزل يا روح امسكها. صراحه كان موقف محرج، والعواجيز بدات تشتم. تنبيه يعني بس عشان ما حدش يعمل الحركه ديت ويحصل معاه الموقف المحرج ده. خليك جنب شنطتك. شوف مين اللي يطلع في وشنا. بقول ما حد يجي يستقبلني مثلا، تفتحوا لي الباب كده وتسيبوني. طريقة حمل الشنطة: تشيلها بايدين كويس
بعدين تحطها على الدرجه كده. بعدين تقول لمصطفى لو سمحت هات الكاميرا. معلش هنا عشان انا يعني انت عارف انا تعبان وكده وجاي من السفر لسه. عاش يا وحش. طيب بعد ما رجعت البيت هنا لقيت الشباب بيعملوا ايه؟ بيعملوا فراخ على الفحم على شرفي صح؟ على ايه؟ على لسه ما تحسبناش. لا لا لا. رهيب صح؟ لقيته عند الشباب جوه فقلت اوريه لكم. عموما كان في موضوع كده كنت عاوز اتكلم عنه اللي هو يا معاذ مش انت كنت طالب في جامعة تركيا؟ ازاي اتقبلت في المنحة التركية؟ السؤال ده جالي كتير لان مكتوب في الموقع ان اي طالب في جامعة تركيا ما ينفعش يتقبل في المنحة التركية، فازاي اتقبلت؟ وكمان انت قلت بنفسك في الفيديو ان ما ينفعش اي طالب في جامعة تركيا يتقبل في المنحة التركية، فازاي؟ طيب الموضوع باختصار ان اي طالب بيدرس حاليا في الجامعة، يعني انا كنت طالب ما كنتش بدرس في الجامعة، انا كنت متسجل في الجامعة ولكن مأجلين بداية دراستي سنة كاملة لحد ما اخلص اللغة، فانا فعليا كنت طالب لغة مش طالب في الجامعة. فده الموضوع باختصار. طيب ممكن يكون الكلام اللي انا قلته في الفيديو بتاع المنحة كان سبب في ان بعض الناس ما تقدمش. انا بعتذر عن الموضوع ده لو كان فعلا ناس ما قدمتش بسبب الفيديو، ولكن انا ما كنتش عامل الفيديو بشكل مطول فما كنتش موضح النقاط والاختصارات، يعني اختصارات اللي هو التفاصيل. فعموما بعتذر لاي شخص كنت انا سبب في انه ما يقدمش بسبب انه شاف الفيديو بتاعي. طيب المفروض دلوقتي انهي الفيديو. انا عارف ان الفيديو اتاخر جدا 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 على ما نزل بسبب موضوع الدراسه واللاب لاب لاب الثانيه. مفيش لاب لاب لاب، هو الدراسه بس. فعموما شكرا جزيلا على المشاهده. كان معكم معاذ اشرف، نلقاكم على خير والسلام عليكم. سلام. Men det lindrar ej himlen kan se.